نتيجه لتوليد المياه الطاقه المائيه من السد العالي، ودي في اسوان واسيوط ومحافظات الصعيد. والطاقه الناتجه عن الشمسيه تعتبر الطاقه الشمسيه من افضل انواع الطاقه الكهربائيه لانها لا تلوث البيئه. يبقى احنا اعزائي الطلبه والطالبات عرفنا انواع الكهرباء في مصرنا الحبيب. في حمله اطلقتها رئاسه الجمهوريه وهي حمله معا لترشيد الكهرباء. في الطلبه عندنا عاملين لافتات معا لتوفير الطاقه. قبل ما نبدا معاهم هنتكلم عن الحمله اللي قامت بها الدوله. نظرا للظروف التي تمر بها العالم والحرب في ايران وغيرها من الحروب ادى الى تقليل استهلاكنا للطاقه. انت كطلاب وكاولياء امور هنعمل ايه؟ اول حاجه كطالب الاستخدام السليم للكهرباء. في بعض الارشادات مدرسه سراج الدين وكفر ميت الحرون يتابعوا معايا عشان يحاولوا ينفذوها في مدارسهم ومنازلهم وغيرهم من استخدام الطاقه لتعرف قيمه الكهرباء. اول حاجه عشان تعرف قيمه الكهرباء ماذا يحدث لو لا توجد كهرباء في حياتك؟ شوف هتعمل ايه؟ مجرد دقيقه كده تتخيل لا كهرباء في حياتك. يعني حاجه صعبه جدا، مش هتعرف تخش دروسك، مش هتعرف تخش الفصل، مش هتعرف تخش المنزل بالليل وغيره. يبقى لا يوجد كهرباء في الحياه، الكهرباء عصب الحياه. يبقى احنا عرفنا قيمه الكهرباء. تمام كده. الارشادات بقى اللي قامت بها الدوله واحنا معاها ويجب ان تنفذها. اول حاجه غلق المحلات بعد الساعه 9، دي فتره استثنائيه. العالم كله عمل حملات توحيد الكهرباء واحنا بنقدم مدرستي سراج الدين وكفر ميت الحرون شعار معا